ايه اللي هتعلمه بس؟ ايه اللي هتعلمه من النملة؟ لما سليمان بيقول اذهب الى النملة وتأمل طرقها، هتعلمني ايه؟ بيقول مفيش حد فوق راسها، لا لها متسلط ولا عريف. الرقابة من جواها، القرار من جواها، مش لو مفيش عسكري مرور يبقى هكسر الإشارة. مفيش متسلط فوق راسها. الحاجة التانية يقول لي النملة تعرف تخطط كويس قوي، فتعرف في الصيف تخطط للشتاء. الحاجة التالتة بتشتغل في فرق. النملة لو بصيت في البلكونة بتاعتكو هتلاقي طابور ماشي. الحاجة اللي وراها انها بتشتغل رغم ان حجمها صغير قوي. ما تستقليش بنفسك يا نملة. النملة بتشتغل رغم ان المشروع اللي عندها ضخم جدا. انت لو بصيت هتلاقيهم بيبنوا مدينة تحت البلاط ولا في الحيطة ولا في الخشب، بيبنوا مدينة كاملة رغم ان المشروع ضخم جدا. برضو بيشتغل، وهم بيشتغلوا بيخططوا في فرق. ما تشتغلش لوحدك، ما تشتغلش. بص، لو هتشتغل لوحدك هتوصل لبعد معين، لنقطة نجاح معينة، لنقطة بناء معينة. لكن لما بتشتغل مع الناس حتى لو كان أصعب، أو هو بصراحة أصعب، بتوصل لنقطة أبعد وأحسن بكتير قوي. تأمل طرقها.